عزيزي الكاتب، انت مش محتاج تخترع افكار ما حصلتش قبل كده، لان حتى بايرتس اوف ذا كاريبين كانوا بيجيبوا افكارهم من الكتب. وخليني اوريك ازاي. بس الاول اهلا، اسمي ندى، كاتبه ومحرره بعلمك ازاي تكتب روايات مشوقه. وقصتنا المره دي بتقول ان في يونيو سنه 47 في سفينه كان اسمها اورنج ميدان بعتت اشارات استغاثه لكل المناطق والسفن اللي حواليها عشان يلحقوها. اورنج ميدان دي كانت سفينه هولنديه. مين بقى أقرب سفينة كانت جنبهم حاولت تنقذهم؟ سفينة بضايع أمريكية اسمها سانتا سيريا. المهم سانتا سيريا قربت منهم، وطبعا هي متوقعة بقى إن إشارات الاستغاثة دي معناها إن هيكون في صريخ وصويت وعويل، ولكن الموضوع كان مختلف تماما عن كده. الحقيقة إن كان في صمت مرعب على السفينة، قاتل ومريب، وأكن مفيش بني آدم موجود عليها. فسانتا سيريا قالت لها خلاص احنا نطلع على متن السفينة دي ونشوف ايه اللي حصل. وفعلا من أول البشر للحيوانات والطيور كلهم كانوا توفوا. هل دي الحاجة غريبة؟ لا، الأغرب من كده كانت إن تعبيرات وشهم